انا عارفة ان كل الناس زيي مش بتحب الدوناتس عشان خطواته كتير، صح؟ لكن النهاردة هعمله لكم في خطوة واحدة. مش هنقطع، مش هنفرد، مش هنعمل بالحاجات اللي بتشترى ديت، ولا هنجيب قمع، ولا هنجيب حاجات من الصعبة واللي بتاخد وقت طويل دي. لا خالص. هتشوفي الدوناتس بطريقة مختلفة، بسريع جدا، هيختصر لك في الوقت والمجهود والحاجات دي كلها. تابعيني بذكر الله عشان تشوفي انا عملت ايه. دي الطرق اللي الناس بتعملها، بتفردها وبتعملها اللي بنشتريها دي، وتقوم مطلع ليه. دي غلط، انا مش هعمل كده خالص. انا بقولك لا، مش من دي خالص. هقولك الطرق اللي انتوا بتعملوها ودي، وبعد كده تعملي الحركة اللي في النص دي عشان تعمل نفس الدوناتس. لا برضو. لا برضو مش هعمل دي. كل ده هشيله خالص اهو، لميته خالص في عجينة وهسيبه على جنب. تابعيني بقى عشان اقولك انا عملت ايه. هتجيبي كوباية لبن او كوباية زبادي او كوباية لبن رايب، بصي اللي انت عايزاه اختاريه، مفيش اي مشكلة. معلقة خميرة هحطها بالمنظر ده، يا ريت اللبن يكون دافيان. معلقة خل حلوة، ورشة ملح، وسكر معلقتين كبار. على فكرة المعلقة دي صغيرة جدا بتاعة الشاي، فانا عشان كده حطيت بيها كذا مرة، بس هما معلقتين من المعلقة العادية خالص بتاعة الطعام. قلبت كده عشان الخميرة تتفاعل، وهسيبها على جنب لما تخمر. لو مستعجلة عادي هتحطيها وتسيبي العجينة ترتاح وهتخمر مع العجينة، مفيش اي مشكلة. هتحطي بقى الدقيق، ادي كوباية، وادي التانية، وادي التالتة، وادي الرابعة. 4 كوبايات ونص دقيق، علشان انا حطيت كوباية لبن. مش هيحتاج منك مية، هو كفاية قوي الخميرة اللي احنا حاطينها بالكوباية اللبن دي هتبقى كافية. لو احتاجتي هتبقى معلقة مية بس، مش هتحتاجي كتير. ما تحطيش طبعا اكتر من الكمية دي، الكمية دي مظبوطة علشان ما تزوديش دقيق تاني. لو زودت مية هتزودي دقيق بعد كده. خلاص تمام. احنا عاوزينها سايحة شوية. هي كفاية كوباية اللبن مع 4 كوبايات دقيق، وهتلم وهتبقى طرية وهتبقى حلوة ان شاء الله. هنحط بيضة، وبرضو هنجمع العجينة بالبيضة. حسيت ان الدقيق معاكي مشربش، حط شوية دقيق كمان. مشربش كوباية الزبادي او كوباية اللبن معاكي، زوديها معلقتين دقيق، لان مش كل الدقيق زي بعضه. هقعد اجمع فيها كده لما تبقى لينة في ايدي. حسيتي خلاص ان ما عادش فيه دقيق ولانت في ايدك كده، هنحط معلقتين سمنة بلدي او اي سمنة عندك حطيها. طبعا انا مش براحتي في الطبق، فقمت جايباها وفرداها بالمنظر ده علشان انا عايزاها لينة معايا. هي على فكرة بتلزق، مهاش عجينة متماسكة جامدة، لا بالعكس. هسيبها بحطها تاني وارجعها في الطبق عشان تخمر، واسيبها ترتاح خالص. بعد ما تخمر وترتاح عندي هطلعها تاني من الطبق. ماشي. وهحطها واقطعها كده دواير صغيرة. شوفوا بقت لينة وجميلة قوي معايا ازاي. هعملها بقى دواير، كله هقطعه دواير بالمنظر ده، وهسيبها ترتاح واغطي عليها ترتاح وتختمر. او قبل ما تختمر ممكن نخمرها مرة تانية، نعملها بالطريقة اللي انا هقولكوا عليها دي. شوفوا بقى عملتها دايرة، وتحطي صبعك بالمنظر ده. على فكرة يا جماعة، ما بتخمر الدايرة الصغيرة اللي جواها ديت، الدايرة الكبيرة بتلم تاني وبتبقى صغيرة. انا عايزاكي تخلي الدايره اللي في النص دي كبيره قوي زي ما انا عاملاها كده، عشان لما تيجي تخمر وتتجمع على بعضها ما تضمش تاني وتبقى اكنها عجينه مدوره. تمام. هتعملي الكميه كلها بالمنظر ده.
شوفي سهلة وجميلة ازاي، مش احسن من التقطيع وتلمي وتفردي تلمي وتفردي وتاخدي وقت جامد؟ لا، الفكرة دي احسن بكتير من الطرق اللي كلها اللي موجودة على اليوتيوب. كلها طرق صعبة، لكن الطرق دي سهلة جدا وجميلة جدا. جبت صينية ومدهنة بالسمنة كده، وحطيت فيها الدواير اللي انا عاملاها، وسيبيها بقى ترتاح وما عدتش تمسكيها خالص، عشان هي هتخمر وهتبقى كلها هوا. علشان انت لو حطيتي ايدك فيها تاني هتعلم والدايرة معانا هتبقى مش حلوة. شوفوا بقى، حطيناها في الفرن. وبعد كده انا سيحت الشوكولاتة البيضة والسمرة، وفي كمان الشوكولاتة البيضة حطيت عليها لون طعام وحطيتها بالمنظر ده. حطيتها بالشوكولاتة وسبتها تنشف شوية، وحطيت عليها الشوكولاتة الشيبس على الوش كده بالمنظر ده. شوفي المنظر جميل ازاي. انا اختصرت لكم خلاص، الحاجات دي بسيطة جدا. التسييح الشوكولاتة والمناظر اللي انتوا عايزينها فوق سهلة جدا جدا. طبعا لما سيحت الشوكولاته حطيت عليها معلقتين سمنه وقلبتهم، هما لسه سخنه الشوكولاته. طبعا انت بتزيني باي امكانيات عندك، باي حاجه عندك انت بتزيني بيها. هتحطي الشوكولاته كده وتزيني بقى على الوش، او ممكن تسيبها بالمنظر ده، مفيش اي مشكله. اللي متواجد عندك والمتوافر عندك اعمليه. شوف انا بعمل بابسط حاجه ازاي، يعني لا قمع بقى ولا كيس حيواني ولا حاجات من دي خالص. انا باقل الامكانيات وبابسط الاشياء انا بعمل الرسومات كده عليها. كده بتوفري وقت وبتتخلصي شغل بسرعة، وبتعملي المنظر اللي انت عاوزاه. الشوكولاتة البيضة دي يا جماعة جيبوا منها اكتر. ليه؟ عشان هنحط عليها لون، لا اما سايل لا اما بودرة. انت بتشتريه من عند مستلزمات الحلويات، وبتقلبيه كده في الشوكولاتة البيضة، وبتديك اللون اللي انت عاوزاه. انت بتختاري اللون بقى اللي انت عاوزاه وبتقلبيه. ممكن بقى تعملي في كذا بولة كده بكذا لون. ممكن كمان تحط لونين على بعض، مفيش اي مشكلة، برضه هيديك منظر حلو قوي. الحاجات دي بقى بايدك اعمليها انت. شوفي انا برضه اهوت عملت كذا لون اهوت. يا رب يكون واضح ليكوا ويكون ظاهر. بصراحة الاشكال حلوة وتجذب النظر، من غير ولا نقطة زيت، من غير ما نقلي ونتعب نفسنا بقى ونقعد مدة نحمر ونسيبها تبرد وبعد كده نعمل الشوكولاتة. لا، الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة جدا ومريحة جدا في المعدة، لأنها كلها في الفرن ومكوناتها بسيطة. بصراحة هتعملوها وتدعولي، هتلاقوا طعمها حلو قوي وخفيفة قوي. شوفوا الأشكال، تجذب إن الواحد ياكل واحدة واتنين وتلاتة ما يشبعش منها ابدا. ممكن تعمليها مره ومرتين في الاسبوع، لان طريقتها سهله زي ما انا قلت لك. هي الدوائر سهله جدا، كل حاجه سهله. انت بتسخني الشوكولاته في الميكروويف او في حمام ميه او بسرعه، كل حاجه ان شاء الله تتعمل بسهوله باذن الله. شوفي الاشكال، شوفي الالوان، كل ده بايدك انت تعملي الالوان وتشتري الالوان اللي انت عايزاها وتعمليها بالمنظر ده. وشكرا لكل الكلام الحلو اللي بيتكتب لي، وشكرا للتعليقات، وشكرا لكل الاعجابات والاشتراكات الجديدة، وشكرا لكم كلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير. دمتم في رعاية الله.